Ladies up in here tonight. شو صار بها ladies؟ No way. ماكو مي. ترى الوضعية خطيرة. اكو فد موضوع اني لازم احكي، اقعد اسمعه وكلك طرشي. على الحكومة ميليشيا وضعية وضعية، ترى الوضعية صايرة بالنعلان، عشتنا حشاك مثل الخرفان. ماكو مي ماكو غاز والاسعار يوميا دا تزداد. يوم اني قاعد البيت كل دقيقة اسمع صوت الانفجار. مفخر بمبكشن لو يجيك البيت هون ما مدشن. اقعد اليوم اقوم منعت الجو ودير بالك لا تطلع، بس توصل قدام باب بيتك تنعلس وروحك تصلح. اخويا قوم شغل الماطور جت الكهرباء، ترى الوضعية صافية وداكية، والوضعية مثل ما قلت لك على حالها عاوية. روح اليوم انت اوقف سرعة الغاز، وباكر اوقف سرعة البنزين، واحمد الله وشكره على الوضعية خطيرة. دير بالك لا تنعدس باليوم، وبعد ابد ما تقعد من النوم، واحنا لازم اكيد نقبل الوضعية اللي احنا نمر بيها. يوم اني قاعد البيت كل دقيقة اسمع صوت الانفجار. مفخر بمبكشن لو يجيك للبيت هون ما مدشن، وظهر احنا مكتوب علينا نعيش بهاي المحنة هاي. الباكر والعقبة الوضعية ترى كلش خطيرة. ها شنو؟ هم انطفت الكهرباء؟ عمي يا كهرباء يا غاز، اريد اروح العمان ولو يدخلوني لو ما يدخلوني. اسمع دخلت العراقي للاردن صارت الاحلام، صرنا نشوف العقبة بالاردن بس بالافلام، حتى لو تشوف لك واصلة ما تفيد صارت هالايام. يعني يقولوا لي شو حنسوي احنا بهالايام، ماكو حل قولوا لي وين، ماكو حل قول لك ادخل بالاردن، ماكو حل قول لك ادخل بالاردن، ماكو حل قول لك ادخل بالاردن، ماكو حل قول لك ادخل بالاردن. يوم اني قاعد بالبيت كل دقيقة اسمع صوت الانفجار. مفخر بمبكشن لو يجيك البيت هون ما مدشن، وظهر احنا مكتوب علينا نعيش بهاي المحنة هاي. الباكر والعقبة الوضعية ترى كلش خطيرة. سنيوريتا على كيفك تديري بال هاي الوضعية. لو ما دير بال هاي الوضعية ها؟ أخلا.com وضعيتنا ترعاية وما إلها حل، وضعيتنا ترعاية وما إلها حل. أخلا.com جيكم يا شباب العراق الديمقراطية، يعني تاكل لفة من الحرفية، تشرب بيبسي بالقوطية، تحط بجيبك RPG مسدس ومدفعية، تروح تحوس بيوت الناس وتمشي لك حرامية، تبوق تنقل سيارات تصدرها للديوانية، تخطب كل يوم ولد الناس على المجتمع دفتر بالمية. ديمقراطية بالعراق يعني مصالح شخصية، فوق فلوس وعرق وتعب الناس والموارد نفطية، وتدوس على رؤوس الناس الابرياء بكل انانية. يوم اني قاعد بالبيت كل دقيقة اسمع صوت الانفجار. مفخر بمبكشن لو يجيك البيت هون ما مدشن، ظهر احنا مكتوب علينا نعيش بهاي المحنة هاي. الباكر والعقبة الوضعية ترى كلش خطيرة. وهاي تحية مني أخلد لكل العراقيين، إن شاء الله تنحل الوضعية. ماكو مي يابا، على كيفك مو خرعتنا ندري ماكو مي.